السلام عليكم. بالنسبة لموضوع جزيرة جيفري إيبستن، أكيد حضرتك متابع وشايف اللي بيحصل. طيب لو حضرتك ما عندكش خلفية عن الموضوع ده كله، بص يا سيدي، اللي حصل إن كان في واحد اسمه جيفري إيبستن. الراجل ده كان موظف عادي جدا، مدرس، يعني مهما كان مرتبه هيكون كام يعني، $1000 $2000 يا سيدي، $10000. فجأة الراجل ده لقوا معاه ثروة كبيرة جدا، مش ملايين، مليارات. انت بتتكلم في ميزانية دول. طب جبت الفلوس دي منين يا عم جيفري؟ قال لك والله ده تعب وشقاية وانا حر. لما جم يدوروا وراه اتضح بقى ان الراجل ده كان عنده جزيره. الجزيره دي كانت بيدار فيها عمليات صعبه جدا، صعبه من الناحيه الاخلاقيه، يعني كل النواحي صعبه. ايه اللي كان بيحصل؟ ان هو كان بيشوف اثرياء العالم، الناس اللي معاهم فلوس، مش الناس اللي معاها 3 4 مليون دولار، لا، الناس اللي معاها مليارات. زي مين؟ زي عمنا ابو حنان اللي هو حاكم العالم دلوقتي، واللي مش طايق حد اللي بيجي في سكته بيلوشه، زي ايلون ماسك، زي زعماء كانوا موجودين وقتها وفي منهم اللي توفى اساسا. المهم، كان بيجي الناس دي يسهروا عند عمنا جيفري ايبستاين. يعمل ايه؟ يوم جاي جايب لهم بنات اعمارهم مش 18 ولا 19، لا، انزل بالسن اكتر من كده. طيب هل بيكتفوا كده؟ لا، هات لهم عيال صغيره برضه، 8 سنين 7 سنين، بنفس القصه، ولاد وبنات، وكله كل اللي عنده حاجه في دماغه كان بينفذها وقتها. ان فجاه الراجل ده بدأ يتكشف امره ازاي. ان ترامب جه في فتره من الفترات كان عامل مشاكل مع ايلون ماسك. بدأ يقول ايلون ماسك مش عاجبني وانا عندي خيبه امل من ناحيته. فطلع ايلون ماسك قال له انا بفكر انا كمان استقيل اصلا من الحكومه، وخليك عارف ان انا مديك اكتر من ملايين الدولارات صرفتها على حملتك، وان انا وقفت معاك. ولكن انا في موضوع بقى مش عايز اتكلم فيه، موضوع جيفري ايبستن. الناس كلها قال لك ايه ده؟ مش ده الراجل اللي لسه متوفي من قريب جوه السجن؟ ما هو اللي حصل ان بعد ما اتقبض على جيفري ده واتسجن، جم بعدها بفتره قال لك ده هو اتخنق من الدنيا جوه وقرر ان هو يخلص على نفسه. يا عم ازاي؟ الراجل كان صاحي. طب فين الكاميرات بتاعت اللي بتبقى موجوده جوه الزنزانه؟ قال لك الكاميرات عطلت يومها. طب الكاميرات اللي بتبقى موجوده في الممرات؟ قال لك لا معلش برضه عطلت. فكده اتضح ان في حد هو اللي عمل كده. ولكن الموضوع كان فيه ملفات لحد دلوقتي. البوليس هناك او النيابه هناك ما كانتش راضيه تفرج عن الورق ده، مش عايزه تطلع للناس الورق عشان فيه سريه وفي كلام صعب. فجاه الايام اللي فاتت دي قال لك لا بقى، الفيدرالي هناك قال لك ايه، ابعت نزل اللي انت عايزه كله. فكل الملفات طلعت للناس. الملفات بقى ظهر فيها بلاوي واسامي ولكن عايز اقول لك حاجه برضه عشان تبقى برضه عندك خلفيه. مش كل اسم ظهر في الملف يبقى معناه ان الراجل ده متهم في حاجه. يعني الناس دي كانت بتبعت دعوه مثلا لشخصيات مهمه، تعالوا يعني اسهروا معانا، زوروا الجزيره دي. ولكن مش شرط ان هو يكون راح زار، وبرضه مش شرط ان يكون بريء. بس انا بقول لك يعني مش شرط كل اسم تشوفه في الورق معناه ان الشخص ده متهم، لا. الشخص ده يعني مش شرط انه يكون قبل الدعوه. الموضوع هيرسل حد ايه محدش عارف. ولحد دلوقتي انا بقول لك اللي طلع ده ما يجيش 1% من الملفات اللي موجوده. 100% في حاجات اكتر من كده بكتير، ولكن لحد دلوقتي احنا مش عارفين حاجه. فكل ده هيبان، وكل ده يعني هيظهر اكتر مع الوقت. انت بقى تتوقع مين تاني ممكن يكون موجود في الملفات دي؟